اليوم غادي نفصل معكم هاد العباية كلوش، يعني باكمام كلوش. كنحتاجو هنايا 4 متر ديال الثوب اللي كنطوها على 4 كتعطينا متر، كتعطينا في الربع متر. كنطويها بهذا الشكل هذا. كنحط عندي هاد الجهه مفتوحه هي اللي كنبدا منها المقاسات. كنحط المقاس ديال الكول والمقاس ديال الكتفين. عندي المقاس ديال الكول 7 سنتيم على 20 سنتيم ديال الكول، يعني كنحط 20 سنتيم ديال الكول كنحيد منها 7 سنتيم ديال التقويره ديال الكول. كنزل ب 3 سنتيم وكنسطر السطر ديالي. كنزل هنا ب 24 سنتيم، 24 سنتيم من الكتف اللي هنا كنزل ب 24 سنتيم، وكنحط المقاس ديال الصدر اللي هو 28 سنتيم. من بعد ما حطيت 28 سنتيم ديال الصدر، كندير تقويره ديال التركيز اللي هي خاصه تعطيني حتى هي نفس المقاس ديال الصدر. يعني ملي كنعبر بالسنتيم هكذا كتعطيني 28 في الدوره هكذا. نفس المقاس ديال الصدر دائما. مقاس التركيز هو مقاس دورة مقاس دورة التركيز هو ربع ديال الصدر. ملي كنحط المقاسات ديالي هكذا كنزل. من بعد ما تراسيت التركيز ديالي كنزل هنايا بالطول ديال العبايه اللي بغيت. هاد العبايه عندي فيها متر و34. غادي نحط متر و36 سنتيم، لان الطول عندي دائما زياده 2 سنتيمات للخياطه. عندي سنتيم، كنحط السنتيم دائما من الراس ديال الكتف بحال هذا الشكل هذا، وانا غادا وكنحول فيه على الدوره ديال الثوب كله. يعني من القنت حتى القنت وانا كندور سنتيم وانا كنطراسي ديك متر و36، مع ان السنتيم في الفوق في الكتف ما كنحركوش، يعني كيتحرك غير في الدوره ديال الاسفل وانا كندور. سمحوا لي حيت التصوير ما قدرتش ما جبرتش كيفاش نصور انا، حتى رسمته عاد كنهز التليفون بيد وكنشرح لكم بيد. المهم هنا ملي كنطراسي العبايه ديالي كندخل بهاد البلاصه هادي واحد 3 سنتيم او 4 سنتيم، كندخل بهذا الشكل هذا وكندور سميتو وكندور الطراساج ديالي. هنا هاد البلاصه المفتوحه هادي هذيك البلاصه المفتوحه اللي ديال العبايه لان غادي يكون فيها الطراقات. هنا غادي ندوزو للاكمام. منين ندوزو للاكمام عندي الثوب في هاد البلاصه هادي اللي بقات، يعني ديك البلاصه اللي بقات من عند التركيز، لان الثوب كبير تبارك الله. غادي ندير هنايا 60 سنتيم ديال الاكمام، 58 ديال الكم و2 سنتيمات ديال الخياطه. غادي نحط السنتيم هنايا في عندي هنايا. من بعد ما حبرت 60 سنتيم غادي ننزل ب 24 سنتيم وغندخل ب 13 سنتيم هنايا، وغادي ندير هاد التقويره ديال التركيز اللي هي حتكون فيها 28 سنتيم، نفس القياس اللي درت في دوره ديال التركيز ديال العبايه. حتى هي غادي نحط السنتيم ونعبر بهذا الشكل هذا حتى ندور على السنتيم على التركيز هذا حتى يخرج ليا 28 سنتيم. هنا غادي نحط السنتيم في هذا المكان هذا، وغادي ننزلو حتى لراس الكم، يعني ديك 60 سنتيم. كنبقى نخلي السنتيم في بلاصتو في راس الكتف، وكنبقى نهبط هنا السنتيم ندورو يعني غادي يخرج ليا 60 سنتيم حتى نوصل للمسافه اللي غادي يكون الخط مستقيم من راس الكم لراس الكتف. غادي يكون بهذا الشكل هذا خط مستقيم. من بعد ما ندير غادي نطراسي هاد البلاصه هادي اللي غادي تكون كلوش، وغادي ندخل في هاد البلاصه هادي حتى هي نفس القياس اللي درت في العبايه، يعني ديك 3 سنتيم او 4 سنتيم اللي غادي ندخل بالدوره ديالي، وغادي نمشي لراس لكم. هنا من بعد ما قطعت العبايه ديالي، قطعت الاكمام وقطعت العبايه، غادي نحيد هاد الزوائد وغادي نحط غادي المكان ديال عفوا من بعد ما قطعت من بعد ما قطعت العبايه كتشط ليا هاد القطعه في الاسفل،
يعني على شكل هكذا، على شكل مثلث تقريبا. على حسب الدورة اللي درت. هاد الزيادة اللي شاطت هنا غادي نحيد منها 9 ديال السنتيم. هي غادي نطراسي 9 سنتيم على هاد المترو كله، يعني على هاد 4 مترو اللي مطويه على 4 غادي نطراسي واحد 9 ديال السنتيم، وغادي نقطعها هي باش غندير الباندا اللي غادي ندير في الامام، اللي غادي ندير فيها الطراقات اولا. المهم دابا غادي هذا الكم هذا اللي قلت لكم، هذا كم كلوش كنهزو كندورو بحال هكذا باش يبان لكم النتيجه كيفاش دايره. يعني غادي يجي بهذا الشكل هذا، كيتخيط بهذا الشكل وكيبقى هكا كلوش. يمكن ديري ليه السيرجي فيني، ولا يمكن تخيطيه بثنيه بسيطه، يعني واحد نص سنتيم، تخيطيه بواحد نص سنتيم. المهم كنحيد هذا الجزء ديال الخلف كنحيدوه بهذا الشكل هذا. كيبقى الجزء ديال الامام كنزل فيه بواحد 16 سنتيم، يعني بحال هكذا واحد 16 سنتيم. وكندير هاد الدوره هادي، وكنقطع هاد المسافه هادي هي اللي غادا تخيط فيها ديك البنطه اللي غادا تدور على الدوره ديال العبايه. يعني غدور من الامام كله، غدور على الكل وغادي تهبط على الجهه الاخرى. وهنا كيكون الفيديو ديالنا راه كنتمنى يكون واضح، والى فيديو اخر ان شاء الله.